قطة مصرية محظوظة راحت عشان تاكل من الزبالة فلقت نفسها في لندن. قطة صغيرة مصرية عمرها شهر ونص تقريبا كانت بتتمشى في مطار القاهرة بين الزبالة في المطار، وكانت بين كافيتيريا المطار ومنطقة الشحن. بالصدفة القطة دي دخلت طيارة للخطوط الإماراتية، وكانت مسافرة الطيارة دي من القاهرة لبرمنجهام في إنجلترا. ما وصلت الطيارة هناك لاحظوا عمال المطار إن في قطة بين الشنط، راحوا مبلغين أمن المطار طلع القطة من بين الشنط وراحوا محولينها على الطب البيطري، وده عشان يحللوا لها ويتأكدوا إنها سليمة، واتحطت تحت الملاحظة الطبية والنفسية لمدة 14 يوم مع التغذية الجيدة. في برمنجهام أصروا إنهم يعاملوها زي ما بيعاملوا القطط عندهم وطلعوا عليها اسم كايرو. لما خلصت فترة الملاحظة عرضوا القطة للتبني، وفعلا طلع إعلان للأسر الإنجليزية عن كايرو، وجه للسلطات طلبات تبني كتيرة جدا في أقل من أسبوع. واحدة سافرت أوروبا اتعالجت بره أحسن علاج، ادوها اسم، خدت جنسية وعاشت مع أسرة إنجليزية في إنجلترا.